تلاقيها في سورة الكهف. احنا اصلا ليه حاسبينها ان طالما احنا مع بعض فاحنا هنفضل لازقين لبعض؟ ده نبي ورجل صالح، واتفقوا ماشي هنكمل لو انت صبرت. فقال له خلاص هذا فراق بيني وبينك. يعني احنا ليه اصلا حاطين لنفسنا ان انا هفضل لازقه في هدير، ولما تيجي هدير تبعد ايه ده هدير ما بقيتوش صحاب؟ اسكتي، اسكتي بقى. ودايما ماما تقول ايه ده المتجوزين بيتطلقوا. فانت إيه اللي خلاكي افترضتي مثلا ان انت طالما نهى وسلمى متصاحبين يعني هم هيفضلوا لازقين وتوأم ملتصق؟ ده التوأم بيسيبوا بعض. فجبتوا منين القانون اللي عكس الطبيعه ده؟ انت بتطلبي عكس الطبيعي فبتبداي تسيطري، عشان انت عارفه دي بنسايد انت بتطلبي حاجه عكس الطبيعي، فهو يبدا يفلفص فيجري منك فتخشي الدوامه تعطلك عن عمليه السعي.